أمام النقص المسجل على مستوى مركز تحقن الدم بوجدة، انخرطت جمعية غيث للتنمية والتضامن بشراكة مع المركز الجهوي لتحقن الدم وجمعية المتبرعين بالدم بجهة الشرق في حملة للتبرع بهذه المادة الحيوية احتضنها مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة. على غرار السنوات الماضية جمعية غيث تنظم الحملة للتبرع بالدم. الحمد لله كاين إقبال، وكنطلبوا من جميع المواطنين اللي عندهم ظروف باش يتبرعوا، لأن هذا الدم تاعهم غادي ينقذ عدد كبير من المرضى. وتأتي هذه العملية لإغناء بنك الدم بوجدة ولإعطاء المثال للغير من أجل القيام بهذه الخطوة الإنسانية. بهذه المناسبة نغتنم هذه الفرصة ونقول بأنه الحاجة للدم راها دائمة ومستديمة، لأنه المرضى دائما في حاجة إلى هذه المادة الحيوية. الثقافة ديال التبرع بالدم خصها تكون عند المواطن المغربي. فالتبرع بالدم بالنسبة للرجال هو 5 ديال المرات في السنة، وبالنسبة للنساء 3 في السنة. ورغم مشقة الصيام خلال هذا الشهر الفضيل، لا يتوانى الوجديون في الإقبال بكثافة على حملات التبرع بالدم لإنقاذ أرواح المرضى والأشخاص الذين تزداد حاجتهم إلى هذه المادة الحيوية في سياق عرف نقصا واضحا منذ زمن انتشار جائحة كورونا. الإقبال الحمد لله جيد إلى غاية اليوم. الهدف المسطر خلال هذه الحملة هو 130 متبرع. هذه محطة رئيسية خلال هذا الشهر الكريم. الحملات الأخرى هي مسطرة في المساجد اللي باقية، وتلقاوها على الصفحة ديالنا في الفيسبوك، صفحة جمعية المتبرعين بالدم بوجدة. ننتهزوا الفرصة باش أننا نقولوا بأنه المركز الجهوي لتحقن الدم أيضا فتح الأبواب ديالو خلال هذا الشهر الكريم مباشرة بعد صلاة العشاء من الاثنين إلى غاية يوم الجمعة. تذكر أيها المتتبع أنه من خلال تبرعك بكيس دم فأنت تساهم في رسم الابتسامة على المرضى المحتاجين لهذه المادة الحيوية. التبرع بالدم واحد العمل نبيل جدا جدا. علاش؟ لانه كيساهم في انقاذ حياه المرضى المحتاجين لهذه الماده الحيويه، والجميل في الامر ان تبرع واحد يقدر ينقذ حياه ديال 3 ديال الاشخاص، والتبرع بالدم هو جد مفيد للصحه.